أهلا يا جماعة. قصة النهاردة مش عادية خالص. ست كانت فاكرة إن حياتها مستقرة وجوزها وبنتها هم الأمان كله، لكن زيارة بسيطة للجيم قلبت كل حاجة. خيانة من أقرب الناس، أسرار مستخبية من سنين، وحقيقة صادمة هتخليك تشك في كل شخصية في القصة. ركزوا معانا لأن اللي جاي مليان صدمات، توتر، ونهاية محدش يتوقعها. يلا بينا نبدأ. بيبدأ المسلسل مع بطلتنا إيلا، اللي كانت أول مرة تروح الجيم تدور على جوزها، لكن الموظفين قالوا لها إن جوزها كان لغى الاشتراك من 3 شهور. لما رجعت البيت اكتشفت إن جوزها ناسي تليفونه في البيت. إحساسها السادس خلاها ما تقدرش تقاوم وتفتح التليفون وتشيك عليه، بس ما لقتش أي حاجة. إيلا حطت التليفون وحست إنها كانت مكبرة الموضوع. في اللحظة دي التليفون جاله مسج بيقول انتي فين؟ المسج كان متسيف، بس إيلا حست بإحساس وحش في قلبها، فاتصلت بزميل ليها وطلبت منه يساعدها يحدد مكان الساعة الذكية بتاعة جوزها. راحت للمكان اللي الساعة كانت فيه ولقيته قريب من الجيم. إيلا رجعت العربية وفضلت مستنية. في الوقت ده جالها اتصال من أعز صاحبة ليها. صاحبتها شكرتها إنها عملت لها حفل افتتاح شغلها، وهي سمع كلام صاحبتها الدافي عيون إيلا اتملت دموع. صاحبتها لاحظت صوتها مخنوق وسألتها بقلق مالك؟ بس في اللحظة دي إيلا شافت جوزها فقفلت المكالمة بسرعة. شافته واقف مش بعيد ماشي رايح جاي، وكل شوية يبص في ساعته كأنه مستني حد. بعد كام دقيقة ست جت من وراه وغطت عينه بإيديها. اللي إيلا ما كانتش تتوقعه أبداً إن الست دي تطلع أعز صاحبة ليها إيمي. وهي شايفاهم ماشيين إيد في إيد، إيلا حست إن السما وقعت فوق دماغها في ثانية. أمها ماتت بدري وهي اتربت مع أبوها بالتبني، لكن إيلا كانت ذكية ومجتهدة وبتحب المذاكرة من وهي صغيرة. كبرت وبقت رئيسة مجلس إدارة شركة موبيليا. بعد الجواز خلفت بنتها يونا، وبسبب انشغالها الدائم بالشغل جوزها سو هو اللي كان متكفل بالبيت. كانت فاكرة إن حياتها كاملة وسعيدة، لكن على مدار 7 سنين كانت بتوصلها رسايل وخطابات مجهولة، وكانت دايماً بتتجاهلها. لحد ليلة وهي شغالة لوحدها وقت متأخر في الشركة، دخل المكتب راجل لابس أسود وزق الدولاب اللي كانت حاطة عليه كؤوس وجوايزها. إيلا سمعت صوت وطلعت تشوف فيه إيه، وفي اللحظة دي جالها مسج فيه صورة لباقة ورد كانت رميتها ومكتوب فيها اللي يخون أصحابه ملوش غفران. إيلا حست إن في حاجة غلط واتصلت بالشرطة فوراً، بس أول ما المكالمة توصلت الراجل اللي لابس أسود جري وراها. إيلا جريت وفي الزحمة التليفون وقع منها. رجعت المكتب وقفلت الباب وعايزة تطلب مساعدة، بس لقت التليفون والنت مش شغالين. بره الباب الراجل كان بيستخدم شنيور عشان يفتح القفل، ولما لقى القفل قوي كسر الإزاز. إيلا استخبت تحت الترابيزة وهي بترتعش من الخوف، وشافت الراجل ماسك شاكوش وبيقرب منها خطوة خطوة. ولحسن الحظ في اللحظة دي وصل الحارس، فالراجل هرب فوراً. بعد كده الشرطة وصلت للتحقيق، بس كاميرات الشركة كانت تحت صيانة وما كانش فيه طريقة يعرفوا شكل الجاني، والصيانة دي كان متبعت له إشعار بيها بالإيميل، وده معناه إن كل موظفين الشركة مشكوك فيهم. تاني يوم إيلا وقفت في المكتب وبصت لكل الموظفين بتحاول تحلل مين أكتر واحد ممكن يكون هاجمها. ساعتها افتكرت إن كان في كاميرا على وحدة موبيليا على مكتبها امبارح، ما لقيتهاش، بس بالصدفة لقت تذكرة باركينج على الأرض مش بتاعتها. أخدتها وراحت الجراج وخدت مفتاح العربية من الحارس، وبعد شوية تدوير لقت عربية بيضة، ولما فتحت الشنطة لقت القميص اللي الراجل اللي لابس أسود كان لابسه الليلة اللي فاتت. رجعت المفتاح للحارس وفضلت مستخبية قريب من العربية، وبعد شوية شافت إن تايو بيفتح العربية وطلع إنه أقرب صاحب راجل ليها. إيلا ما قدرتش تصدق إن صاحبها ممكن يكون عايز يقتلها، فاتصلت بجوزها سو تطلب مساعدته، بس تليفونه ما ردش، وده اللي خلاها تروح الجيم تدور عليه. لكن اللي ما كانتش تعرفه إن جوزها كان على علاقة بصاحبتها المقربة.
خيانة من جوزها وخيانة من صاحبتها، واحدة ورا التانية، وإيلا كانت متدمرة تماماً. وفي الوقت ده محقق تأمين اسمه لويس ظهر في حياتها، ومنه عرفت إن أبوها بالتبني كان مأمن على أمها بمبلغ 500 مليون. سبب إن المحقق قرب منها إنهم اكتشفوا إن في نقطة مهمة كانت فايتاهم، واللي كان هو إن أم إيلا كانت دخلت المستشفى 3 مرات وهي لسه عايشة، مع إن تقارير المستشفى وقتها قالت إنها أكلت مبيد حشري بالغلط. بس إزاي حد ياكل مبيد بالغلط 3 مرات؟ والحاجات دي إيلا عمرها ما سمعت أبوها بالتبني يجيب سيرتها. في ليلة إيلا كانت ماشية لوحدها في الشارع وحاسة إن حياتها كلها كانت نكتة، وفجأة راجل لابس أسود ظهر وراها. بخوف جريت بكل قوتها، بس في الآخر مسكها وزقها في النهر. لما إيلا فاقت في المستشفى شافت وشوش 3 رجالة، جوزها اللي خانها بأعز صاحبة ليها، وأبوها بالتبني اللي قتل أمها، وصاحبها اللي كان عايز يموتها. إيلا كانت سليمة وخرجت من المستشفى تاني يوم. بعد كده صاحبتها جت تزورها في المكتب، وباهتمامها الزايد إيلا كانت حاسة بالغثيان. بعدها أبوها بالتبني جاب لها شوربة عظم بقري، ولما افتكرت إن أمها دخلت المستشفى 3 مرات بسبب مبيد حشري، إيلا ما قدرتش تشرب ولا شفة، وراحت مفرغة الشوربة كلها في الحوض. بعد كده إيلا راحت للو، وكان محقق جنائي سابق في قضايا كبرى، استقال بعد ما تحقق فيه في قضية رشوة، وبقى محقق تأمين. إيلا طلبت منه يحقق في سبب موت أمها، مش عشان شركة التأمين، لكن عشانها هي، وطبعاً قالت له إنها هتدفع له زيادة. في اليوم ده إيلا رجعت البيت بدري، وكالعادة جوزها ما كانش موجود، فاتصلت بسكرتيرتها وسألتها لو إيمي لسه في الشغل، ولما السكرتيرة أكدت جوزها فتح الباب ودخل. إيلا قررت تديه فرصة يشرح، فسألته كان فين النهاردة طالما ما راحش الجيم؟ قال لها إنه راح الجيم فعلاً، بس نسي يقول لها إنه غير الجيم. وبعدين سألته عن المسج، فقال لها إنه مش متعود على الساعة ولغى الرسالة بالغلط، وإنه كان بعتها لزميلته في ثانوي. ساعتها إيلا افتكرت فجأة إن جوزها ليه أخ توأم. بعد كده حضنها وقال لها إنه قصر معاها وحط عليها ضغط كبير، ووعدها إنه هيبقى أحسن بعد كده. رغم كل التبريرات دي إيلا فضلت شكاكة. بعد جلسات العلاج رجعت الشركة، لكنها شافت تحت عربية تايو، فسألت الحارس عنها وقال لها إنها مسجلة باسم فريق التصميم وإنهم بيتبادلوا استخدامها. إيلا بدأت تشك إنها تكون ظلمت صاحبتها تايو، فقررت تسمع تفسيره. بعد ما سوء الفهم توضح، تايو خدها على الاستوديو بتاعه وقال لها إن الشغل بالإيد بيساعد يطلع التوتر. وفعلاً إيلا حست براحة وابتسمت ابتسامة نادرة. تاني يوم الصبح شافت جوزها وهو بيوصل بنتهم المدرسة، وكأب كان كويس جداً. وفي طريقها للشغل شافت أبوها بالتبني واقف في المطر وجاي مخصوص يديها شوية مخللات، وافتكرت طفولتها وإنه بعد جوازه من أمها كان أحن عليها من أمها نفسها. بعد تفكير طويل بعتت لجوزها مسج وطلبت منه يتعشوا سوا بالليل عشان يصفوا كل حاجة. بعدها لو اتصل بيها، وكانت قبل كده طالبة منه يحقق في سجل سفر تايو، وأبلغها إن تايو رجع كوريا من 7 سنين مش 4 زي ما كانت فاكرة، وده دمر الثقة اللي كانت بدأت ترجع عندها فيه. بعدها المربية اتصلت وقالت إنها لازم تمشي بدري ومش هتعرف تجيب يونا من المدرسة، وكمان قالت إن تليفون جوزها مقفول. إيلا قالت لها إنها هتجيب يونا بنفسها. بعد ما المربية مشيت، سو غير هدومه في العربية وظبط شعره قبل ما يدخل البيت. دخل حط ملف في المكتب وخرج تاني، والجيران سلموا عليه لكنه بصلهم كأنه ما يعرفهمش. تليفونه فضل مقفول، فإيلا راحت تجيب بنتها من الحضانة بنفسها، لكن المدرسة قالت لها إن يونا واخدة إذن غياب النهاردة. إيلا رجعت البيت بسرعة، بس لا جوزها ولا بنتها كانوا موجودين، لحد ما جار قديم قال لها إنه شاف جوزها خارج مع البنت وقت الظهر ومعاهم ست غريبة بس باين عليهم قريبين من بعض. فإيلا راحت بيت آن وخبطت بجنون ومحدش رد، ولما رجعت البيت بالليل لقت جوزها رجع ومعاه بنتهم وكانت نايمة.
إيلا أخيراً ارتاحت شوية، وبعدها حصلت خناقة كبيرة بينها وبين سو. وتاني يوم الصبح دخلت أوضة المكتب عشان تستلم شحنة الشركة، لكن بالصدفة شافت أوراق كان سو جايبها امبارح، وكانت فيها صورة بيت أبوها بالتبني وعقد إيجار باسم أعز صاحبة ليها، أمي. إيلا ساقت على العنوان المكتوب وشافت أمي راجعة من السوبر ماركت. نزلت من العربية وكانت هتجري وراها، لكن فجأة شافت جوزها وبنتها وصلوا كمان. المنظر العائلي الدافي ده وجع قلب إيلا قوي، وما كانش قدامها غير إنها تمشي مؤقتاً. بالليل سألت بنتها هي وباباها كانوا فين النهاردة، فقالت إنها راحت تقابل صاحبة مع باباها، ولما سألتها مين الصاحبة قالت إنها ما شافتهاش أصلاً. وفي نفس الوقت تايو قابل آمي وقال لها إنه عايز يتكلم معاها لأنه شافها مع جوز إيلا وطلب منها تبعد، لكن آمي قالت له إن الشخص اللي مرتبطة بيه مش جوز إيلا. وعشان تعرف كل تحركات جوزها ركبت إيلا كاميرا صغيرة في البيت. وفي اليوم ده لو قابلها وقال لها إنه راح المستشفى اللي أمها كانت بتتعالج فيها، وسأل الدكتور عن مرات شرب المبيد، والدكتور قال إنها كانت 4 مرات مش 3 بس. في المرة الرابعة كانت ماتت قبل ما توصل. وسأله كمان ليه التقرير مكتوب فيه إنه شربته بالغلط، فقال له إن العيلة قالت كده، والمريضة نفسها اعترفت بده بعد ما فاقت. ولو استغرب ليه الاتنين قالوا نفس الكلام. بعد ما سمع ده إيلا راحت بيت أبوها بالتبني وسألته مباشرة، فاتضح إن أمها كانت مدمنة قمار، وكل ما يبقى معاها فلوس تهرب، ولما تخسر ترجع تطلب فلوس، وهو خبى الفلوس والمجوهرات عشان يمنعها، فهددته إنها تشرب المبيد، وكان فاكرها بتهدد بس، لكنه اتفاجأ إنها عملتها فعلاً. وبعدها كل ما تخلص فلوسها كانت تهدد وتشرب تاني، وده خلاها تدخل المستشفى كذا مرة. إيلا لامت أبوها بالتبني إنه ما قالهاش بدري، وكمان عرفت إنه بعد موت أمها حد قاله إنه يقدر يقبض التأمين واستخدم الفلوس يسدد ديونه ويشتري شقة صغيرة. والشخص اللي قاله على التأمين كان جوزها سو اللي كان عارف كل حاجة عن أمها من زمان. وفي ناحية تانية تايو خلى زميل تقني يصلح كارت الميموري بتاع الكاميرا اللي كانت في وحدة الموبيليا، وبعد ما تصلح اتفاجئوا إن اللي هاجم إيلا الليلة دي هو شينو اللي شكله بريء في الشركة. وشينو ما جاش الشغل، فراح لسكرتيرة إيلا لأنها صاحبته، وقالت له إنه راح جيجو وإن إيلا كمان راحت هناك، فحس إن في حاجة غلط وساق بسرعة. بعد العشاء إيلا ودعت أبوها بالتبني ومشيت، وبعد ما ساقت شوية اكتشفت إن الفرامل بايظة والعربية خرجت من السيطرة. كانت مرعوبة وبتحاول تمسك الدركسيون، ولحسن الحظ تايو شافها ومشي وراها وسبقها بعربيته ووقف قدامها لحد ما العربيتين خبطوا ووقفوا من غير إصابات. بعد كده تايو راح بيت شينو، ولما وصل لقى إسعاف وشرطة وعرف إن شينو وقع من الرست، وفي المستشفى الدكتور قال إن شجرة أنقذته وسلم حاجته لتايو. وفجأة موبايل شينو رن وكان المتصل سو. وتاني يوم وإيلا نزل الشغل قابلت جارها اللي قال لها إنه قبل كده سلم على سو ومردش عليه، وساعتها إيلا ابتدت تشك هل ممكن يكون في 2 من سو فعلاً؟ وبالفعل اكتشفت إن في واحد في تسجيلات الكاميرات في البيت بيلعب مع بنته، وواحد تاني ظهر قدامها، فمسكت موبايلها وجريت على الشركة لأنها دلوقتي أهم حاجة عندها كانت سلامة بنتها. إيلا حاولت تسوق لكن سو وقفها، وعشان يوصلوا البيت بأسرع وقت إيلا ركبت جنبه، وفي الطريق كلمت المربية وطلبت منها تروح البيت فوراً تطمن على بنتها. ولما رجعوا البيت إيلا جريت على أوضة بنتها الأول ولقيتها نايمة. بعدها سألت المربية لو شافت حد، فقالت لها إنها لما وصلت كانت يونا لوحدها في البيت وباين عليها تعبانة من اللعب ونامت على الكنبة. سو سأل إيلا في إيه، وإيلا سألته ليه ساب بنتهم لوحدها، فسو شرح لها إن إيلا كانت بعتاله مسج بتقوله إنها طلبت من المربية تيجي تهتم بالبنت، وطلبت منه يجي الشركة فوراً، وسألها إزاي تلومه بعد كده. بعد ما سمعت الكلام ده إيلا اقترحت على سو إنهم يدوروا على أخوه التوأم المختفي، لكنه قال إنه أخوه ملوش علاقة باللي بيحصل، وإنه ما تواصلش معاه من ساعة ما أهله اتطلقوا وهو عنده 13 سنة.
إيلا طلبت منه يساعدها تحقق في موضوع أخوه سونج، وبعد شوية لو قدر يوصل لحساباته المالية وسجلات مكالماته وآخر عنوان معروف ليه، فإيلا قررت تروح بيت سونج وتشوف. وفي نفس الوقت تايو طلب من زميل ليه يراجع سجلات موبايل شينو، والزميل لقى رقم بيتواصل معاه كتير من غير اسم، ولما سجل الرقم وبص على البروفايل في التطبيق طلع صورة جوز إيلا، لكن الاسم كان مكتوب سونج. إيلا وصلت بيت سونج بس ما لقيتوش، ومن الجيران عرفت إن سونج ساب المكان ده من زمان، وقالوا إنه كان تعبان وراح مستشفى كبير يتعالج، واقترحوا عليها تروح مستشفى البلد لأنه وهو ساكن هنا كان بيروح هناك كتير بالليل. وفي نفس الوقت تايو قال لإيلا إن اللي هاجمها كان شينو من الشركة، وإن أول واحد اتكلم مع سو بعد ما شينو وقع من المبنى كان هو. لما رجعت البيت إيلا طلبت من لو يحقق في سجلات دخول سونج المستشفى، واتضح إن آخر مرة اتحجز فيها كانت سنة 2015، وكان بيعاني من مرض رئة خطير، وكل مرة كان بيدخل المستشفى من غير أي فرد من عيلته، والدكتور قال إنه في الآخر هو اللي طلب يدخل دار رعاية. وإيلا كمان طلبت من لو يدور في دور الرعاية القريبة من غير ما تعرف إن في حد بيراقب كل تحركات لو، وعشان تطمن على بنتها ركبت نظام مراقبة كامل في البيت. سو اتعصب جدا لما شاف الكاميرات وقال إن انفعالات إيلا خنقاه، وإيلا سألت إيمي إمتى هتعرفها بحبيبها، بس إيمي قالت لها هتتفاجئي يوم ما تشوفيه. بعد كده لو كلم إيلا وقال لها إنه لقى سونج، وإيلا جريت على دار الرعاية أول ما سمعت الخبر، بس الموظفين قالوا لها إنها اتأخرت وإنه مات السنة اللي فاتت. وتاني يوم إيلا رنت جرس بيت إيمي، وإيمي اتفاجئت وسألتها عرفت العنوان إزاي، فقالت لها إنها عزمت الأستاذ على العشاء وهو طلب منها تجيب إيمي معاها، والأستاذ ده هو أبو إيمي. إيمي حاولت تكلم أبوها تتأكد، بس إيلا سألتها إذا كانت قالت له إنهم اتخانقوا، وقرب وقت العشاء، وأبو إيمي كان الداعم الأكبر لإيلا وممول دراستها من إعدادي، وإيلا كانت عازمة كمان جوزها سو، ولما إيمي شافته الاتنين اتجمدوا في مكانهم. سبب العشاء ده إن موظفين دار الرعاية قالوا لإيلا إن سونج مات السنة اللي فاتت، وإن سو بنفسه هو اللي خلص إجراءات الدفن. وإيلا رجعت تسجيلات الكاميرات في الشركة ولاحظت حاجة غريبة، هدوم بنتها كان المفروض واحدة بس، لكن في التسجيلات كانوا 2، وده معناه إن التسجيلات كانت مزورة. ومع كل اللي حصل اتضح إن ما كانش فيه سونج أصلاً، كله كان وهم سو عمله. على العشاء إيمي قالت إنه كان نفسي إيمي تقابل حد زي البروفيسور سو، فقامت إيلا وقالت إن إيمي فعلاً مرتبطة بحد زيه. أهل إيمي اتصدموا، ولما إيمي رجعت البيت كسرت الفازة اللي إيلا جابتها، وبعدها سو قال لإيلا إنه لازم يطلع عشان صاحبه شربان وبيكلمه، وإيلا فهمت قصده وحاولت تقنعه يسيب إيمي، لكنه قال لها ليه نسيب بعض وهم بيحبوا بعض من زمان. إيلا ما كانتش متخيلة إن الراجل اللي عاش معاها 20 سنة يقول الكلام ده، وقال لها إنه اضطر يستخدم اسم أخوه عشان هي سيدة أعمال معروفة وهو بقى شخصية عامة. وبعدها طلب الطلاق وقال إنه مش عايز أي حاجة غير بنته يونا. إيلا ما فهمتش ليه بيعملها كده، ولما قال لها إن مفيش حب بينهم انهارت. وبالليل شافت السم في الدولاب وافتكرت طفولتها لما رجعت البيت ولقت الإزاز متكسر والحبوب على الأرض وأمها قاعدة بتنزف. المشهد ده فضل مؤثر فيها طول عمرها. تاني يوم سو راح لصاحبه المحامي بورقة طلاق، والمحامي استغرب إزاي واحدة ناجحة زيها يحصل منها طلاق، لكن رد سو كان إنه خلاص زهق، وقال إنه مش عايز غير بنته. وفي نفس الوقت تيو كان عارف إن سونج ميت، فراح لإيمي وسألها ليه بيخدعوا الناس باسم واحد ميت، وإيمي قالت بصراحة إن ده كله عشان سو، وإنها كانت عايزة تعلن الموضوع من زمان، وقالت إن بعد الطلاق هتتجوز سو فوراً. تيو اتعرف عليها في أمريكا وما كانش يعرف حقيقتها، لكن إيمي قالت إنها عملت كده عشانه هو مش عشان إيلا. وفي الناحية التانية إيلا راحت مكتب محاماة تسأل عن حضانة بنتها، والمحامي قال لها إن اللي بيرعى الطفل أكتر وليه علاقة أقوى بيه ممكن ياخد الحضانة حتى لو غلطان، ونصحها تجمع أكبر قدر ممكن من الأدلة إن سو دمر الجواز. ولما رجعت البيت دخلت أوضة مكتبه وبدأت تدور، ولقت كمبيوتر مخبي، ولما فتحته طلع إيميل فيه فيديوهات لسو وإيمي وهم مبسوطين. وفي نفس الوقت سو راح بيت إيمي، وأول ما دخل شافت الجرح في وشه. إيمي سألت فوراً الجرح ده جه إزاي؟ سو حضنها وقال لها إن كل حاجة خلصت. وفي نفس الوقت تايو وهو بيراجع سجلات مكالمات شينو اكتشف حاجة غريبة. ليومين كان قاله إن يوم 20 حوالي الساعة 10 بالليل شينو جاله اتصال خلاه يعصب جدا،
تايو لقى إن المتصل كان سونج، بس الغريب إنه أول ما قفل معاه كلم سو على طول. فهل ممكن يكون سو ما كانش بيتقمص شخصية سونج الليلة دي؟ سو رجع البيت وإيلا قالت له إنها وافقت على الطلاق. سو اتفاجئ جدا. إيلا قالت إنها مش عايزة تفضل تجر الموضوع أكتر من كده، ونولته كوباية نبيذ، وفي اللحظة دي زجاجة السم اللي كانت في الدولاب كانت اختفت. سو وقع على الأرض بعد ما شرب، وفضل يطلع رغوة ويترجى إيلا تسامحه. وفجأة إيلا فتحت عينيها واتضح إن ده كان مجرد حلم. إيلا جريت على المطبخ وفضت كل السم. كانت مرعوبة إنها لو ما كانتش واعية ممكن تقتله بجد. بعدها صحفي راح لليو ووراه فيديو. في الفيديو إيلا كانت واقفة في كافيه وجالها تشنج، وإيديها كانت ماسكة الإزاز المكسور جامد عشان تفوق. الصحفي قال إنه واضح إنها مش مستقرة نفسياً، وقال إنه عارف إن لو بيشتغل معاها وعايز يعرف السبب عشان يعمل سبق صحفي حصري. لو سأله إذا كان متأكد إنه حصري. الصحفي قال له ده الملف الأصلي، وإن الكافيه مسح النسخة قبل ما يجي. وقبل ما يمشي طلب من لو يساعده في التحقيق مقابل فلوس. وأول ما الصحفي خرج لو ضربه في الجراج وأغمى عليه، وأخد المعلومات ومشي. إيلا كانت بعتت يونا قبل كده لبيت زوج أمها، واليوم ده زوج أمها رجع يونا، ومن أول نظرة حس إن إيلا مش طبيعية. دخل أوضتها ولقى ورق الرسومات مالي الأرض، وحس بقهر عليها. ولما إيلا قدمت له شاي شاف الجرح في كف إيديها وسألها حصل إزاي. قالت له اتجرحت بالغلط في الشغل. ومن هدوءها المصطنع زوج أمها ما قدرش يستحمل وطلع بحجة يشتري سجاير، وكان حاسس إن كل اللي حصل ده بسببه، لأنه زمان وهو بيودي إيلا المستشفى ما تخيلش إن لما المدرسة تعرف إنها عندها اضطراب ثنائي القطب المدرس يطلب نقلها عشان الطلبة خايفين منها، وهو كان دايما يقول إن بنته مش مجرمة، دي مريضة بس. ولما زمايلها شافوا آثار الجروح في إيديها حاولوا يجرحوها، بس لحسن الحظ وصل في الوقت المناسب وطردهم. وفي طريق الرجوع مشي معاها وقت طويل، وإيلا قالت له إنها مش عايزة تروح المستشفى تاني. وبعد تفكير وافق ونقلها مدرسة تانية وخدها مكان محدش يعرفهم فيه، وقرروا يبدأوا من جديد. ووعدها إن مرضها يفضل سر بينهم بس، وندم لأنه حس لو كان أصر يعالجها يمكن ما كانتش تتعذب بالشكل ده. وفي نفس الوقت إيمي اتخانقت خناقة كبيرة مع أبوها على العشاء لأنه كان شايفها أقل من إيلا، فقالت له إنها هتتجوز قريب. وفي اليوم ده إيلا راحت تشوف مكان الحفل، وصوت عالي فاجئها وذكرها بكل اللي حصل من 7 سنين، ومن بينهم صورة تايو. يوم ما إيلا استلمت رئاسة الشركة وتايو كان ساعتها ويتر في فندق، إيلا حبت تاخد دواها فطلبت من تايو يجيب لها مية. وفجأة أستاذها كوان دخل الأوضة، وإيلا من التوتر وقعت الحبوب على الأرض. كوان قال لها تروح الاجتماع فوراً، وإيلا كانت عايزة تلم الحبوب ومش عارفة تقول إيه. تايو غطى عليها وفهم فوراً إن دي أدوية نفسية. وبعد الاجتماع راح لها وإيلا شكرته، لكنه قال لها إن الجرعة اللي خدتها كانت كبيرة قوي، واتضح إنه مش بس عارف الدواء ده هو نفسه كان بياخده قبل كده. إيلا ما كانتش واخدة بالها إنها كانت مخبية الموضوع ده عن اللي حواليها، لكن دلوقتي شخص غريب اكتشفه لوحده. إيلا قالت له إنها هترد له الجميل لما يتقابلوا تاني، بس لما تقابلوا فعلا إيلا كانت نسيت تايو، فسألته ليه ما قالهاش. تايو قال لها إن مفيش فايدة تكلم حد نسيكي أصلا، لكن دلوقتي بما إنها افتكرته كان فرحان من جواه. واللي إيلا ما تعرفوش إن من 7 سنين ده ما كانش أول لقاء بينهم، هم اتقابلوا وهي صغيرة جدا، وإيلا حتى كانت مدية تايو بطاقة عليها اسم يونا. مدرسة يونا كلمت إيلا وطلبت منها تيجي الحضانة، وقالت لها إن إيمي زارت يونا خلال اليوم، لأن إيمي قالت للمدرسة إنها هتتجوز أب يونا. فالمدرسة حست إن لازم تكلم إيلا، وده مش أول مرة إيمي تيجي الحضانة، لأن مدرسة الفصل اللي قبل كده كانت قابلتها برضو. إيمي كانت بتيجي من وقت للتاني تجيب ليونا أدواتها المدرسية. إيلا ما كانتش متخيلة إن صاحبتها المقربة تطمع في جوزها، والأدهى إنها طمعت في بنتها كمان. إيمي ما كانتش عارفة إنها عدت الخط الأحمر عند إيلا. إيلا كلمت لو واتقابلوا، وبعد المقابلة ادته فلاشة إن تايو راح قسم الشرطة يسأل عن سقوط شينو. الشرطة قالت إنها حققت في المكان ومفيش أي شبهة، واتضح إن شينو كان عليه ديون كتير وغالباً ما استحملش أكتر من كده. بعد ما تايو مشي من القسم على طول الشرطة دخلت الحمام وكلموا حد في التليفون وقالوا له إن تايو استجوب شينو. في نفس الوقت كوان كان بيتفرج على الأخبار عن سقوط شينو. السكرتيرة قالت له إن القضية اتقفلت وإن التسجيلات اتعمل معاها. كوان قال لها تتابع الموضوع كويس وتتأكد إن مفيش مشاكل. وبعد شوية جه وقت كشف عمل إيمي. إيلا كانت وعدت تساعد في التنظيم وجات الفعالية اليوم ده. في الحفل إيمي ألقت كلمة الأول وبعدها اللوحة اتكشفت رسمياً.
العمل كان جدلية إيمي عملتها لشركة إيلا، وبصفتها رئيسة الشركة إيلا شكرت إيمي الأول وقالت إنها بما إنها استلمت هدية قيمة كده طبيعي ترد الجميل. بعدها السكرتيرة جت شايلة شنطة مليانة فلوس. إيمي بعصبية رمت الفلوس على الأرض. إيلا مش ساذجة وكانت فاهمة إن اللوحة دي سخرية منها، فعشان كده قررت تدمر اللوحة. وفي نفس الوقت الشرطة لقت سو وقالوا إنهم هيحققوا في تسريب تصاميم الشركة. وفي اللحظة دي جاله اتصال تاني من إيمي. إيلا قالت له ما يستغربش، ده مجرد البداية. وبعدها أخبار الاشتباه في سرقة التصاميم وتجهيزات الطلاق الخاصة بسو انتشرت. من ناحية تانية كوان شاف فيديو إيلا وهي بتكسر لوحة بنته، وعارف كمان إن الشخص اللي بنته مرتبطة بيه هو جوز إيلا سو. وكوان وهو بيستعد للترقية لمنصب كبير مستحيل يسمح إن مستقبله يضيع بسبب تصرفات بنته، فقال لإيمي تقطع علاقتها بسو فوراً، لكنها قالت إن ده مستحيل وإن بعد طلاق إيلا هتتجوز سو على طول. كوان قال لها أنت عايزة تتجوزي واحد حتى إيلا نفسها مش عايزاه؟ أنت بتفكري إزاي؟ وعلى مر السنين أبوها كان دايماً يقارنها بإيلا، وده أكتر حاجة كانت مستفزاها ومش قبلاها. ومن غير ما تحس إيلا بقت عدوتها اللدودة. إيمي هددت أبوها وقالت إنه هيحصل إيه لو اتكشف إنه حول أصوله يستثمرها في شركة إيلا. من الغضب كوان ضربها بالقلم. وفي الجهة التانية لو راح شركة إيلا واداها فيديو الصحفي وقال لها إنه هيتصرف معاه. موضوع التأمين اتقفل، فإيلا حبت تنهي تعاونها مع لو طبعاً ما كانش عايز يخسرها، فقال لها إن سبب إعادة التحقيق في تأمين أمها إنهم استقبلوا بلاغ مجهول. لو سأل إيلا إذا كانت مش حابة تعرف مين الشخص المجهول ده، وفي اللحظة دي إيلا سمعت صوت دوشة عالي تاني في المكتب. ده خلاها تفتكر غصب عنها ليلة ما اتهاجمت من الراجل اللي لابس أسود، فقفلت باب مكتبها بسرعة وكانت لسه هتكلم الشرطة تطلب مساعدة. فجأة سمعت صوت تايو من ورا الباب، ولما عرفت إنه هو توترها هدي أخيراً. سألته بيعمل إيه في الشركة في الوقت المتأخر ده. قال لها إنه جاي يشيك على إيميلات مهمة، بس الحقيقة إنه كان قلقان عليها. ولما نزلوا من الشغل وركبوا الأسانسير سوا إيديهم لمست بعض بالغلط. إيلا سألته ليه وشه حمر وهل دايماً بيبقى كده لما يلمس إيد ست. وبما إن سو ما كانش في البيت بقاله كام يوم يونا فضلت تسأل عليه. سو راح الحضانة يشوف يونا، لكن المدرسة قالت له إن إيلا واخدة يونا أجازة مرضية كام يوم. في اليوم ده يونا كانت بتلعب في الجنينة وفجأة إيمي ظهرت قدامها. محدش يعرف قالت لها إيه، بس بعد ما إيمي مشيت يونا فضلت تعيط من غير توقف. فاضطر الجد يكلم إيلا ترجع البيت، وفي نفس الوقت سو رجع. ولما يونا شافت أبوها جريت عليه وحضنته. الجد قال إن تليفون إيلا كان مقفول، فطلب من سو يرجع البيت الليلة دي، وكان متمني إن إيلا تسامح جوزها. بس ساعتها إيلا كانت خلاص أخدت قرارها، والعشان تهدي يونا اضطرت تسمح لسو يرجع البيت تاني. تاني يوم استشارت محامي بخصوص الطلاق، ولما المحامي كان بيتكلم في التليفون مع حد ذكر السجلات الطبية، فعرفت إيلا منه إن لو طرف في الجواز خبى مرض خطير زي مرض نفسي ده ممكن يكون سبب للطلاق. والمحامي قال لها لو عندها أي مشكلة من النوع ده لازم تقوله. إيلا افتكرت الأدوية اللي في الخزنة فرجعت البيت فوراً، والعشان ما تأثرش على معركة الحضانة قررت ترمي كل الأدوية. وفجأة سو ظهر وراها، قال لها إنه جاي علشان تشوف هتدي يونا له بمزاجها. إيلا قالت له إنها مش قادرة تثق فيه، ودلوقتي هنا بيتطلقوا، وكانت عايزة تعرف السبب الحقيقي. بس هو قال لها إنه يتمنى تكون أكتر واحدة تعيسة في الدنيا. تايو راح محل تصليح موبايلات يصلح موبايل شينو، ولما فتحه لقى رسائل كتير ما اتقرتش. واحدة فيهم بتسأله إمتى هيجي ياخد شنطته، فافترض إن ده حد قريب منه وكلمه وراح بيت صاحبه. وطلع إن شينو كان بينقل سكنه فساب شنطته عند صاحبه، بس بقالهم كام يوم مش عارفين يوصلوا له. تايو فتش في حاجته ولقى إنه كان طالب متكفل بيه من مؤسسة إيرين اللي هي مؤسسة أبو إيمي. إيلا كلمت لو طلبت منه كل سجلات مكالمات وتحركات سو المالية. ومن ناحية تانية إيمي راحت لتايو وقالت له إن اللي سرب التصميم مش سو لكن إيلا أسها، وإنها سرقت التصميم علشان تلبس جوزها. تايو ما تغيرش تعبير وشه وقال لها إن اللي حصل مش إيلا اللي عملته، الأصح إنه هو اللي عمله، وطلب منها ما تستخدمش الموضوع ضد إيلا وما تكلموش تاني. في اليوم ده أول ما سو ركب عربيته لاحظ موبايل غريب من غير اسم وكان مليان مكالمات مع شينو.
لو راح لإيلا واداها معلومات سو، وقال لها كمان إن بعد ما اديته الفلاشة تايو راح له وقال إن عليها برنامج تتبع مضاد للسرقة، وطلب يرجعها واداله فلاشة تانية، وطلب منه ما يقولش لإيلا. بالليل إيلا حضرت حفل دعم مؤسسة إيرين، وبصفتها واحدة من أشهر المستفيدين قبل كده طلعت تتكلم، وكانت ناوية تكشف علاقة جوزها بصاحبتها علشان تكسب الرأي العام في صالحها بالحضانة. بس وهي بتتكلم موبايلها فضل يهز برسائل تهديد وصور ليها من دلوقتي ومن زمان، ولما شافت صورة علبة الدواء الأخيرة بلعت كلامها. إيمي كانت مبسوطة لما شافت سو جاي ياخدها، بس أول ما قابلوا بعض سألته إذا كانت تعرف شينو، قالت لأ، فطلع لها الموبايل اللي لقاه في العربية وقال لها ده بتاعك، لكنها أنكرت، قال لها تبطل تمثيل ومشي. إيلا رجعت البيت ورجعت الرسائل المجهولة تاني، ولقت آخر رسالة فيها لينك وكلام ما تنسيش اللي عملتيه اليوم ده. دخلت عليه وطلع موقع شركة اسمها تورين بايو، وتاني يوم وهي بتراجع مكالمات جوزها لقت اتصال من نفس الشركة. كلمتهم على طول فاكراه إنها شركة أدوية نفسية، بس طلعت شركة تحليل نسب. بعد ما قفلت فتشت أوضة بنتها ولقت إيميل من تورين بايو، ولما شافت النتيجة خدت فرش أسنان جوزها وبنتها وراحت تعيد التحليل، وكانت رافضة تصدق إن يونا مش بنت سو. بس ساعتها النتيجة التانية أكدت إنها مش بنته. ساعتها إيلا وقعت، ساعتها فهمت ليه سو قال الكلام القاسي ده، لأنها كانت بداية كل حاجة. فبدأت تحاول تفتكر اللي حصل من 7 سنين. تايو معرفش يوصل لها فراح بيتها يستناها، وفي الوقت ده واحد غريب كان مراقب البيت. أول ما شاف تايو نيفزل جري وهرب، والراجل ده ما كانش غير الصحفي اللي كان عايز يفضح مرض إيلا النفسي المرة اللي فاتت. تايو خطف الكاميرا ولقى عليها مش بس صور لإيلا لكن كمان فيديو للو وهو بيضرب واحد، فتايو خد كارت الميموري من الصحفي. وفي نفس الوقت لو راح لكوان، واتضح إن فيديو المراقبة بتاع سقوط شينو اتحذف على إيد حد كوان مأجره، والحد ده كان لو نفسه. والنهاردة لو راح يطالب كوان بالفلوس. الليلة دي إيلا رجعت البيت ولقت سو غرقان في الشرب، فابتدت تحكيله اللي حصل من 7 سنين. اليوم ده كان أول إطلاق منتج ليها كرئيسة للشركة، وبعد الاجتماع وفي الاستقبال كوان ابتدى يعرف إيلا على مشاهير من كل المجالات. إيلا ما كانتش عايزة تشرب، بس كوان فضل يزن عليها، وبعد شوية وعيها ابتدى يضيع. وهي بتترنح ناحية أوضتها سو كلمها، حاولت ترد بس الموبايل وقع منها. في اللحظة دي راجل جه وساعدها ولقط الموبايل. إيلا مش فاكرة أي حاجة بعد كده، ولما صحيت كان تاني يوم الصبح سألت سكرتيرتها مين اللي وداها الأوضة. قالت لها إنها شافتها ماشية برا وهي بتكلم جوزها في التليفون. إيلا احتكرت إن سو هو اللي رجعها، وبعد ما السكرتيرة مشيت جالها اتصال من سو قال لها إنه اضطر يمشي بدري عشان عنده محاضرة. بس وهي بتستعد تغسل وشها لقت الحمام مقلوب مع إن جوزها دايما نظيف. إيلا قالت له إنها فعلا ما كانتش تعرف إن بنتها مش بنته، بس ساعتها سو ما صدقهاش لأنه شايف إنها ولا مرة حست بالذنب. العيلة كلها اتدمرت وهي لسه بتقول إنها سعيدة، وقال إنه في كل مرة كانت بتعمل كده كان نفسه يقتلها. ورغم إن إيلا فضلت تعتذر هو ما كانش ناوي يسامحها، كل اللي كان عايزه إنها تتنازل عن حضانة بنتهم، بس إيلا قالت إنها ما تقدرش. سبب تمسك سو الشديد بالحضانة إن من أول لحظة اتولدت فيها البنت هو اللي بيصحى ليها بالليل ويتعب من غير شكوى، وبعد ما كبرت شوية ساب شغله وبقى أب متفرغ. أكتر من 1000 ليلة ونهار معاها خلوه مش قادر يسيبها. وفجأة موبايلاتهم الاتنين وصل لها مسج في نفس اللحظة مكتوب فيه ده لسه البداية. الليلة دي إيلا حلمت كابوس لأن الاضطراب ثنائي القطب ممكن يتورث. شافت أمها وهي شايلاها وبتنطط في النهر، والمشهد اتحول إنها هي اللي شايلة بنتها، فصحيت مفزوعة. من ناحية تانية تايو كشف تعاملات بين ضابط شرطة وشخص تاني وهددهم يسلموه فيديو المراقبة بتاع قضية شينو، وفي الآخر الضابط خاف يعترف إنه صور إيمي بنت الرئيس الليلة دي. واتضح إن شينو كان عايز يبعد عن سيطرة إيمي وينهي الموضوع، لكنها هددته إنها تفضحه قدام صاحبته. الخناقة سخنت وإيمي زقته بالغلط من فوق السطح، وبعدها استخدمت الموبايل الأبيض وكلمت أبوها وطلبت منه يغطي الموضوع.
في نفس الوقت سو افتكر كلام إيلا في الفترة اللي فاتت وحس إنها فعلا ما كانتش تعرف حاجة، ففتح الكشكول اللي وراه ولقى إنها كانت بتحقق في الموضوع طول الوقت. دلوقتي الموبايل الأبيض بقى مع سو، وكلم شركة الاتصالات يراجع سجل الرسائل، واتصدم لما عرف الحقيقة. في اللحظة دي إيمي راحت له تعتذر، بس هو خلاص زهق. كان في الأول بيستغلها عشان يحقق في الموضوع، بس دلوقتي شاف إنها كدابة، فقرر ينهي العلاقة وحذرها تبعد عن بنته. إيمي ما كانش قدامها حل غير إنها تكمل. سو كان محتار من تغير إيلا، ولما فتش موبايل إيمي بالصدفة لقى تسجيل صوتي ليها وهي بتطلب مساعدة أبوها. تاني يوم الصبح إيلا عملت له العصير اللي بيحبه وقالت له ما يتمرنش وهو على معدة فاضية، كأن الحياة رجعت أحسن من الأول. وبعد ما إيلا خرجت سو لقى الأدوية اللي كانت سايباها في التلاجة. وفي نفس اليوم إيمي راحت الشركة تشوف إيلا، وإيلا فرحت قوي لما شافتها. إيمي اتصدمت من رد فعلها. بعدها إيلا طلعت العقد وعايزة تمضي مع إيمي، وكانت قبل كده وعدتها بكده، لكن بعد ما اكتشفت خيانتها لغت العقد. إيمي بصت لإيلا وحست إنها مش طبيعية، وافتكرت مرة زمان في المدرسة لما إيلا أغمى عليها وكانت ناسية للي حصل قبلها. إيمي قالت إنها هتقرأ العقد كويس قبل ما تمضي، وفي الوقت ده إيلا كانت ناسية تماماً إنها اتخانت. إيمي من ناحية تانية خدت العقد وطلعت من الشركة وهي مبتسمة. السكرتيرة لاحظت إن إيلا مش طبيعية، فحكت لتايو كل اللي حصل. سو ودى دواء إيلا لبيت حماه وحكاله عن التغييرات اللي حصلت لها، وبعد ما سمعوا حماه فضل يدافع عن إيلا وقال إن ده مجرد دواء صداع، لأنه كان وعدها إن مرضها يفضل سر بينهم الاتنين. سو حس إن حماه مش صريح، فقرر يروح يسأل الدكتور بنفسه. إيمي قابلت تايو وهي طالعة من شركة إيلا وكانت باينة عليها نشوة الانتصار. وبعد ما سو ضحك بسخرية راح حماه شركة إيلا، ورغم إن إيلا كانت بتضحك قدامه هو كان عارف إن مرضها ساء وقلبه وجعه وهو ماشي وبيحبس دموعه. في الناحية التانية سو راح قسم الطب النفسي في المستشفى وورا الدكتور الدواء ووصف له حالة إيلا، بس الدكتور قال إن من غير ما المريضة تكون موجودة مش هيقدر يشخص. وهو ماشي الدكتور قال له إن الأعراض اللي عند إيلا ممكن تدل إن حالتها بتزوء ولازم تدخل مستشفى لو أمكن للعلاج المكثف. سو وهو ماشي في الشارع افتكر تصرفات إيلا الغريبة قبل كده وكان فاكرها هوس شغل، بس دلوقتي فهم إنها أعراض مرضها، وهنا اقتنع تماماً إنها فعلاً ما كانتش عارفة إن البنت مش بنته. وافتكر خيانته وكلامه القاسي لما قال إنه يتمنى تكون أتعس واحدة في الدنيا، فحس بندم شديد وقال لصاحبه إنه عايز يلاقي الأب الحقيقي للطفلة، بس صاحبه رفض وقال له إن ده هيضر موقفه في قضية الحضانة، فسأله لو في أمل إيلا تسامحه. سو رجع البيت وملقاش لا إيلا ولا يونا، وابتدى يدور عليها بقلق، وكان ناسي أصلاً إن النهاردة عيد ميلاده. ولما شاف المفاجأة اللي مراته وبنته مجهزينها له عيط تاني ولف ومشي. إيلا شافته وجريت وراه وسألته في قلق ماله. ساعتها سلمها الدواء وسألها هتفضل مخبياه قد إيه. إيلا قالت له إنها كانت خايفة يتوجع لو عرف، فكانت مخبياه. سو انفجر في العياط. تاني يوم قرر يدور بنفسه على الأب الحقيقي للطفلة. جمع كل فيديوهات المؤتمرات الصحفية من 7 سنين وكتب أسماء كل الرجالة اللي كانوا موجودين، ولو كان واحد منهم، وابتدى يحدد المشتبه فيهم ويتابعهم في السر وياخد عينات DNA ويعمل تحاليل ورا التانية، بس ما قدرش يوصل لأب يونا الحقيقي. الليلة دي تابع لو لحد بار وأخد إزالة النبيذ اللي شرب منها، ولو لاحظ ده. في نفس اليوم إيمي راحت شركة إيلا وقالت لها إن سو عرف بمرضها. الغريب إن إيمي ابتدت تزرع الفتنة. لما إيلا رجعت البيت لقت زميلة ليها قالت لها إن أهلها هيتطلقوا. إيلا طمنت بنتها وقالت لها إن الكلام ده مش حقيقي. وبعد ما يونا نامت إيلا ابتدت تدور على أخبار طلاقها على النت، ومن ورا الباب سو كان بيراقبها بهدوء وعارف إنها عندها فقدان ذاكرة انفصالي. بعدها راح لحماه وحماه قرر يحكي له الحقيقة عن حالة إيلا. سو كان عارف إن إيمي تزور إيلا كتير وطلب منها تبعد عنها، بس إيمي رفضت وحاولت ترجع له تاني. ورغم التحذير إيمي كلمت إيلا ودعتها تشرب قهوة. هدف إيمي كان ترجع إيلا لشخصيتها القديمة، لأنها ما كانتش قادرة تشوفها ناسية كل حاجة وعايشة مبسوطة. فعمدت تطلب من زميلة يونا تقول لها عن الطلاق عشان تخلي إيلا تقرأ الأخبار، بس إيلا ما صدقتش.
فرجعت إيمي لطبيب صاحبتها وقال لها إن إيلا في حالة دفاع ذاتي وبتكذب أي حاجة مؤلمة، وإن استرجاع ذكريات الطفولة ممكن يساعدها. وأثناء القعدة افتكروا أيام الإعدادي واقترحت ترجع معاها المدرسة. سو راح لتايو ووراه صورة راجل مجهول ظهر في المؤتمر، وتايو عرفوا فوراً إنه جين حبيب إيمي السابق، وافتكر قد إيه إيمي كانت متدمرة بعد ما سابها ووصلت لمحاولة انتحار. لما إيلا وإيمي وصلوا ممر المدرسة بدأت ذكريات مشوشة تعدي في دماغ إيلا، وفي أوضة الرسم لقوا لوحاتهم القديمة، وإيلا افتكرت إن إيمي كانت ادتها فرش رسم وشجعتها تدرس فن، وقالت لها إن مؤسسة آيرين ممكن تمولها، ففضلت شاكرة لإيمي طول عمرها. سو رجع البيت واستلم نتيجة تحليل الأبوة من لو وطلعت سلبية، ومفضلش غير شخص واحد بس وهو جين. ساعتها افتكر إنه قابله مرة زمان على عشاء جمعهم الأربعة، وفجأة جاله مسج من إيمي في صورة إيلا ومعاها عنوان، فقام فوراً يدور عليها. من 7 سنين إيمي كانت استلمت صورة بتبين حبيبها السابق وهو بيساعد إيلا تدخل أوضة فندق، ولما وصلت شافته خارج، وكانت حامل وسقطت من شدة الصدمة. لما سو وصل لقى إيلا وإيمي بيتعشوا ودخل تايو. إيمي كانت قصدة تجمعهم، وبعد ما قعدوا ابتدت تتصرف بغرابة وتقول إن يونا ما تشبهش سو خالص، وكانت بتضغط على إيلا تفتكر اللي حصل وبتكرر حاجات هي نسياها. إيلا حست إن الكل مخبي عنها حاجة، وفي الطريق للبيت طلبت من سو يشرح لها بس هو سكت. وتايو كان محتار من تصرفات إيمي، وهي قالت إن الكل بيدافع عن إيلا ومحدش فاهم ليه هي بتعمل كده، وكأن اللي يغلط هو اللي عنده حق. إيلا دورت على أخبارها مع جوزها على النت ولقت كل اللي إيمي قالته مكتوب، وساعتها حست إحساس غريب قوي كأنها مش هي نفسها. دكتورة صاحبتها قالت لها إن اللي عندها ده اسمه انفصال نفسي، ولو فقدان الذاكرة زاد قوي ممكن يتحول لعمى ذاكرة ويعمل قلق. في اليوم ده إيلا لقت كارت لو في النوتة بتاعتها ومعاه ملاحظات كانت كاتباها عن موضوع تحقيقات الشرطة في موضوع الحضانة، فكلمت لو وطلبت تقابله. ولما وصلت مكان المقابلة كانت ناسية خالص الاتفاق اللي كان بينهم، ولو نفسه اتفاجئ من التغيير اللي حصل لها. ومن لو عرفت إيلا إن سو هو اللي ورطها في تسريب التصميم، وعمل كده عشان يكسب حضانة بنته في قضية الطلاق. وكمان لو وراها أحداث كتير حصلت قريب. إيلا ما كانتش مصدقة إن كل اللي إيمي قالته طلع حقيقي، وكانت بتتمنى يكون ده مجرد حلم. تاني يوم إيمي راحت الشركة تاني تقابل إيلا، ورغم إن ذاكرتها ما رجعتش فهمت إن إيمي عمرها ما كانت نيتها كويسة. فالمواجهة بينهم ولعت، وهي خارجة من الشركة جالها اتصال من زوج أم إيمي، وبما إنهم كانوا باين عليهم قريبين من بعض سألتها لو كانت تعرف اللي حصل بين إيلا وسو. إيمي قالت بس أنا أسفة، وبعدها حكت عن العلاقة اللي كانت بين إيلا وسو. زوج الأم ما كانش متوقع خالص إن جوز بنته يخونه، فإدى سو بالألم وكان مش فاهم إزاي يعمل كده. وفي الآخر سو ما لقاش حل غير إنه يحكي لحماه القصة كلها، فسأله حماه ناوي يعمل إيه، فقال له إنه هيقف جنب إيلا لحد ما ذاكرتها ترجع، وبعد كده هيعمل أي قرار هي تاخده. في الحقيقة زوج الأم ما كانش عايزهم ينفصلوا، فاقترح يداروا على الموضوع ويمكن إيلا ما تفتكرش أبداً زي اللي حصل من 15 سنة وهي مش فاكراه لحد دلوقتي. وسو شاف إن الفكرة دي كويسة، وفي المساء خد بنته وراح الشركة يقابل إيلا. إيلا فرحت قوي لما شافت جوزها وبنتها فجأة، وبعدها العيلة التلاتة راحوا مطعم لأول مرة من زمان وتعشوا وهم مبسوطين، وبقالهم كتير ما قعدوش يتكلموا بهدوء كده. وسو قال لإيلا بصراحة إنه يتمنى إنها ما ترجعش تفتكر، وبعدها حرق كل نتائج تحليل الأبوة. لكن رغم كده إيلا جالها مسج مجهول وما قدرتش تهرب من الحقيقة. الليلة دي إيلا حلمت إن على الكوبري إيمي لابسة أسود وبتجري وراها لحد ما خنقتها وماتت. لو كان بيحقق مع إيمي واكتشف موضوع جين، وفجأة افتكر إنه قابله مرة زمان في حفلة وكان ساعتها بيكلم في التليفون وبيسأل عن أوضة حد. وفي نفس الوقت تايو راح المستشفى يزور شينكو. تايو كان متمني إن شينو يفوق قريب عشان يقدر يدين إيمي، وفعلا وهو ماشي صوابع شينو اتحركت فجأة. وفي نفس الوقت إيمي راحت مؤسسة إيرين واتقابلت بالصدفة مع جين، وطلع إن هو الشخص اللي كوان جابه. إيمي سألت أبوها إزاي يسمح لجين يدخل، لكنه قال لها ما تدخلش المشاعر الشخصية في الشغل.
وبالنسبة لكوان، الأذى اللي بنته تعرضت له ما كانش حاجة لو خد الحقيقة اللي اكتشفها وراح لإلا وسألها لو حابة تشتري الحقيقة، لكن إلا اللي كانت فقدة ذاكرتها رفضت. وسو استلم تقرير تحليل الأبوة من جين، والنتيجة أكدت إن يونا فعلاً بنت جين. سو راح شركة جين واتقابلوا بالصدفة في الأسانسير، والكلام اللي جين قاله في التليفون خلاه يغضب أكتر، وقال إن تأثير المخدرات مش سهل، ومع شوية كحول الذاكرة بتتمسح، وده أكد إن إلا كانت متخدرة وقتها، وعلشان كده ما افتكرتش اللي حصل. سو دخل مكتبه ومسكه وطرحه على الأرض ووبخه، وبعد ما عرف الحقيقة حس بالذنب والحزن تجاه إلا أكتر. وفي نفس الوقت حد دخل أوضة شينو في المستشفى وحقنه بدواء مجهول. وفي نص الليل إلا قامت تشرب مية وفجأة افتكرت مشاهد خناقتها مع سو، ومن أجل إنه يخليها تنسى كل ده ويغطي على الحقيقة، سو راح لآمي وركع يعتذر لها. ما طلبش منها تسامحه، بس طلب منها تسيب إلا بجد. إيمي غضبت جدا وقالت لو ما كانتش ليا مش هتبقى لغيري، وقال علشان ترجع ذاكرتها راحت الكوبري اللي وقعت منه في النهر أول مرة، ومع كل خطوة الذكريات المفقودة رجعت مرة واحدة. ورغم إنها مش أول مرة تعرف الحقيقة، إلا إن الألم كان شديد. لما رجعت البيت نامت، ولما صحيت لقت أكتر من 200 مكالمة ورسالة، وفجأة خبط على الباب. فتحت ولقت الشرطة، وفي لحظة نوم قصيرة بقت متهمة بقتل جوزها سو. اتقتل من غير أي إنذار، وجسمه اتلحى في العربية وعليه آثار خنق واضحة، والشرطة رجحت إنه اتربط واتجبر يشرب مبيد حشري. وبحسب الساعة الذكية بتاعته تم تقدير وقت الوفاة الساعة 1:42 فجراً، وآلة اتقبض عليها لأن المبيد اللي اتسممت بيه هو نفس النوع اللي كانت اشتريته قبل كده، فبقت المشتبه الرئيسي. وخلال التحقيق فضلت ساكتة لحد ما محاميها وصل، والمحامي كان تايو اللي ساعدها تلاقيه. وبعدها قال لتايو إن الوضع صعب لأن عندها سجل شراء للمبيد ومفيش دليل يبرر استخدامه، والأصعب إن مفيش حجة غياب. وفي نفس الوقت مساهمي الشركة بدأوا يفكروا يعقدوا اجتماع لعزل آلة من رئاسة الشركة، وخبر اتهامها بقتل جوزها انتشر في كل القنوات، وزوج أمها اتألم جدا لما شاف الأخبار. ويونا خرجت من أوضتها فقالت إنها وحشتها مامتها وباباها وعايزة ترجع البيت. بعدها كوان راح يقابل شخص كبير وسأله ليه أصر يتعامل مع آلة بنفسه، ولما قال إنه عارف من التقرير بس، الكبير مدحه وقال له بما إنك مش عايز تستخدم السيف ده يبقى كسره خالص. تاني يوم إلا طلبت تقابل آمي، وبعد تفكير طويل فهمت إن الشخص اللي كان بيبعت لها الرسائل المجهولة بقاله 7 سنين هي آمي، لأنها كانت دايما جنبها وجنب عيلتها، وسألتها لو هي اللي قتلت جوزها. وبعد ما ذاكرتها رجعت بالكامل ضربتها بالقلم. ورغم إن الشرطة كانت شايفة آلة المشتبه الرئيسي، إلا إنها خرجت بعد انتهاء فترة الاحتجاز لعدم وجود دليل. وبمجرد ما خرجت الصحفيين حصروها، وتايو دخل بسرعة يحميها، وبسبب وجود الصحافة في الشركة والبيت اقترح إنها تروح عنده. وبعدها إلا قالت إنها وحشتها يونا فوداها بيت زوج أمها، ولما شافها ارتاح قلبه. وفي ناحية تانية حد بلغ كوان إن شينو اتخلصوا منه ومش هيفوق قريب. وبعدها مشهد لطفلة أمها ادتها فلوس تشتري لبن فراولة، والطفلة شافت أمها بتحط حاجة في اللبن، ولما شربته نامت، وبعد شوية فاقت على مية البحر الباردة، والطفلة دي كانت آلة وهي صغيرة. الصبح زوج أمها صحي وما لقيهاش، وتايو كان قلقان وواقف طول الليل، ولما عرف إنها اختفت جري يدور عليها، والسكرتيرة قالت له إن آلة استخدمت الكارت بتاعها وحجزت تذكرة سفر، فراح بسرعة. ولما آلة وصلت البحر افتكرت أمها وهي بترميها في المية، وكانت ماشية ناحية البحر لحد ما المية وصلت لوسطها، لكن تايو وصل في الوقت المناسب ومنعها. وبعد ما رجعوا قالت له إنها مش عايزة تموت، وطلبت منه لو حصل لها حاجة يهتم بيونا. تاني يوم صاحب سو ادى إلا فلاشة وقال لها إن جوزها سايبها ليها احتياطي، وقال لها كمان إنه كان بيدور على الأب الحقيقي ليونا، والفلاشة فيها تسجيلات لكوان وهو بيتكلم مع إيمي. وبعدها إشاعات مرض إلا النفسي انتشرت، وبعدها محاميها كلمها وقال إن تقرير التشريح الأول بيقول إن وقت الوفاة الحقيقي ما كانش 1:42 لكن ما بين 10 بالليل و1 الفجر.
وتايو راح يقابل دكتورة إلا، لكن الدكتورة قالت إنها عمرها ما شافت إلا قبل كده، واتضح إن كل اللقاءات دي كانت من خيال إلا. وفي الآخر إلا استقالت بإرادتها ودخلت مستشفى نفسي، وإيمي بقت رئيسة الشركة الجديدة، ودخلت المكتب مبتسمة ولقت اسم إلا اتشال وفرحت جدا. وكوان وصل للمنصب اللي كان عايزه، لكن التسجيل اللي مع سو فضل شوكة في ظهره. هو شك إن التسجيل دلوقتي في إيد إيلا، فطلب من إيمي إنها تلاقي التسجيل بسرعة، لأنه أول ما التسجيل يتنشر هينتهي الأب والبنت الاتنين. وأثناء ما إيلا كانت بتتعالج، الدكتور أخد المبادرة وسألها عن الليلة اللي وقعت فيها في النهر، وحاول يوجهها عشان تفتكر شكل الشخص الأسود وقتها. لكن مهما حاولت إيلا ما قدرتش تشوف وجه الشخص الأسود بوضوح. ولسه كمان لعدة ليالي ورا بعض إيلا كانت بتحلم بالليلة اللي وقعت فيها في النهر، ووجه الشخص الأسود بيتغير في أحلامها، وده كان بيخلي إيلا تحس بألم شديد. يوم من الأيام فجأة افتكرت حادثة وهي في المدرسة الإعدادية، وكمان افتكرت الليلة اللي وقعت فيها في النهر، واكتشفت إنه ما كانش فيه راجل أسود بيجري وراها. إيلا هي اللي نطت من على الدرابزين ودخلت النهر لوحدها، وده خلاها تدرك قد إيه مرضها خطير، وقررت تتعاون مع علاج الدكتور. في اجتماع مع مرضى تانيين، إيلا اعترفت بمرضها علناً لأول مرة. لو شاف بورتري يونا في استوديو إيمي، فسأل إيمي ليه رسمت طفلة إيلا، هل لأنها مش بتحبها؟ لكن إيمي اتكلمت عن ماضي لو، وقالت إنها سمعت إنه خسر كل الفلوس اللي كان بيعالج مراته بيها في القمار، وزميله في القمار وقتها كان أم إيلا. وقالت إن الشخص اللي يقدر يحقق أمانيه الحقيقية مش إيلا ولا أبوها كوان، لكن إيمي اللي قاعدة قدامه. لو بعد ما سمع الكلام مشي ناحية إيمي وقرب السكينة في عينها، وسألها إذا كانت تقدر تتحمل عواقب أفعالها. تايو أخد أخته الصغيرة راي لبيت ذوق أم إيمي. يونا وراي الاتنين متبنيين من أهل أمريكان، ومن أجل منع إيمي من عمل أي حاجة ليونا، تايو اقترح على إيلا تبعت يونا لأهلها بالتبني في أمريكا. ومع إن زوج الأم متردد إنه يسيب يونا تروح، بس ده كان الحل الأنسب دلوقتي. وأثناء تلقيها العلاج في المستشفى، إيلا بدأت تعرف كل تفاصيل القصة من خلال المواد اللي بعتها لها تايو. في اليوم ده إيمي جت بيت زوج الأم علشان تزور يونا، وحتى خرجت بيونا بره من غير إذن. إيمي كانت دايما فاكرة إن يونا بنتها، فبتعاملها بحب شديد وعايزة تسيب لها رقمها عشان لو احتاجت حاجة تتصل بيها. لكن زوج الأم وصل في الوقت المناسب وقاطع حديث إيمي ويونا، وحذرها إنها ما تجيش هنا تاني ولا تحاول تقرب من يونا. لا زوج الأم ولا تايو كانوا متوقعين إن إيمي هتلاقي المكان ده، فقرروا يبعتوا يونا بره بسرعة. إيمي كانت نفسها لو يساعدها تكتشف سر التسجيل سراً، ولو قال لها إن المحقق المسؤول عن قضية سو اتغير ووصلت لشخص اسمه ووسان، ووسان مش شخص عادي، وقال لإيمي تاخد بالها في المستقبل. في الوقت نفسه يونا وصلت المطار، وإيلا ما جاتش المطار، فسابت لها مكالمة تقول وداعاً هي بنتها. ومع إنها كانت مترددة إنها تسيبها، لكن بعد ما ودعتها قدرت تركز على انتقامها. في اليوم ده ووسان جت المستشفى ولقت إيلا، وقالت إنها دلوقتي المسؤولة عن قضية سو، وسألت إيلا إذا كانت تعرف إن سو راح يشوف جين قبل موته وضربه، وده كان حاجة إيلا عمرها ما سمعتها قبل كده. لكن من هنا إيلا فهمت القصة كلها. من سنين كان كوان اللي سلمها الجين، والشخص اللي استلم تليفونها وساعدها تدخل أوضة هو جين. بعد فترة العلاج الدكتور قال لإيلا أخيراً إنها تقدر تخرج من المستشفى. في الليلة دي تايو راح بيت إيلا، ودلوقتي بقت إيلا لوحدها، والبيت الكبير بقى شوية فاضي، وإيلا دلوقتي مركزة بالكامل على انتقامها، وطلبت من تايو يساعدها في الانتقام. تايو قال لها إنه هيلعمها دعم كامل. تاني يوم إيلا راحت لجين ولقت حبيبته. الست كانت مضروبة منه وعليها آثار جروح في جسمها كله، وطلع إنه إيلا في المستشفى كانت بعتلها جواب. وبعد ما عرفت اللي حصل لإيلا قررت تنتقم من جين معاها، وإدت إيلا أدلة على تزوير تجارب سريرية في شركة جين. فعلا اتقبض عليه واتحقق معاه، لكن بسبب نقص الأدلة اتفرج عنه. جين كان محتاج فلوس فباع أسهم شركته، واللي اشتراها كان تايو. في يوم من الأيام وهو سكران وطالع من بار، كان في واحد بيراقبه، وفجأة شغل العربية ورجع للخلف وخبطه بقوة. في نفس اليوم إيلا لاحظت راجل غريب خارج من بيتها. الراجل مرتبكش لما شافها مع تايو، بالعكس
قفل الباب بهدوء وبصلها بثبات، وممشيش غير لما سمع صوت الشرطة بعيد. تايو فتش كل الأبواب والشبابيك وقرر يبات معاها لأنه قلقان عليها. الشخص اللي خبط جين كان واحد من رجالة كوان، ولو فهم إن ده فخ عملته إيلا عشان تخلص من جين عن طريق كوان، فبلغ بيه ده إيمي. تايو ما كانش متوقع إن كوان يتحرك بالسرعة دي، لكن إيلا كانت عارفة إن كوان دايماً شخص قاسي. الطلبة اللي بيدعمهم من خلال مؤسسة أيرين لو نجحوا بيستخدمهم كواجهة، ولو فشلوا يخليهم يعملوا شغل قذر. في اليوم ده زوج أم إيمي كان بيصطاد على النهر، ولو راح له مخصوص وطلب منه طعم صيد، ولما شافه اتفاجئ جدا، وده أكد إن أم إيلا فعلا اتقتلت على إيد زوج أمها. إيلا راحت تزور قبر سو وحكت له عن اللي حصل مؤخرا وعن سفر بنتها لأمريكا، وطلبت منه يحمي بنتها. وهي ماشية قابلت ووسان بالصدفة، وووسان شكت إن قضية جين ليها علاقة بإيلا، فكانت جاية تختبر كلامها، وإيلا قالت لها لو عايزة تحقق تستدعيها رسمياً. إيلا قابلت سكرتير كوان، وكانت عارفة إن ابنه مريض ومحتاج عملية، فعرفته بدكتور كويس وطلبت منه ما يبقاش أب مش قادر يبص في عين ابنه. وهو خارج سألها وقال لها إن ليلة موت سو كوان لغى اجتماعه ومشي فجأة، وشك إن ده ليه علاقة بالموضوع. تايو كمان اكتشف خلل في حجة إيمي، وراح قابل صاحبة كانت بتشرب معاها الليلة دي، وقالت له إن إيمي وصلت البار الساعة 1 الفجر، ووقت موت سو كان بين 10 بالليل و1 الفجر، يعني إيمي كان عندها فرصة كاملة تعمل الجريمة. إيمي بقت رئيسة الشركة، بس الموظفين كلهم كارهينها وبيشتكوا منها في وشها، بيقولوا إن المنتجات فيها مشاكل والمعاملة وحشة. إيمي عمرها ما كانت متخيلة إن أبوها يودي صاحبتها إيلا لسرير حبيبها بس عشان تسيبه. بعد 7 سنين إيمي قابلت جين وعرفت إن أبوها كان عارف إن إيلا متخدرة وشجعها تشرب، فواجهته بعصبية وهو ضربها وقال لها إن ده كله لمصلحتها. ومع إن إيمي عرفت الحقيقة لكنها ما حستش بأي ذنب تجاه إيلا. في الليلة دي لو راح بيت إيلا، وإيلا ما استغربتش لأنها كانت متأكدة إنه جاي عشان التسجيل، وقالت له إن التسجيل مش عندها، وعرضت عليه يتعاونوا تاني، وطلبت منه كل الأدلة اللي عنده ضد كوان وإيمي. لكن فجأة لو مسكها من رقبتها، ولحسن الحظ تاو وصل في الوقت المناسب واتخانقوا الاتنين. وبعد شوية لو وقف وقال لتاو يطمن على إيلا ومشي. تاو حس إن البيت مش آمن، واقترح إن إيلا تنتقل تعيش عنده، لكنها رفضت وقالت إن اللي عايزينه يخوفوها وهي مش هتتراجع، فاضطر تاو يبات عندها تاني. تاني يوم تاو قابل سكرتير كوان، والسكرتير قال له إن عملية ابنه نجحت، ومن شكره لإيلا اداله فلاشة، لكنه قال إن ده لوحده مش كفاية يسقط كوان، وتاو رد وقال كفاية دلوقتي. من ناحية تانية إيلا قابلت المستشار بارك وإدت له ظرف وقالت له إنها مش عايزة يكون عليه أي فضايح. بالليل سكرتيرتها شينهي كلمتها وقالت لها إن شينو فاق، وإيلا وتاو جريوا على المستشفى، والدكتور قال إن حالته كويسة بس محتاج وقت يتعافى. لو بلغ إيمي إن شينو فاق، وإيمي قالت مفيش استعجال لأنها عارفة إن إيلا مش هتستغله دلوقتي. لكن كوان محبش يستنى وبعت حد يقتله، وكان نفس الراجل اللي دخل بيت إيلا قبل كده، لكنه لما وصل المستشفى اكتشف إن السرير فاضي. كوان لما عرف إن شينو اختفى أمر رجاله يلاقوه بسرعة، وفي اللحظة دي السكرتير دخل عليه مفزوع وقال له يشوف الأخبار، وكانت بتقول إن مؤسسة إيرين اتصدرت واتفتشت بسبب رشاوي بمبالغ ضخمة. وكوان فوراً كلم سكرتير النائب بارك وحدد معاه مقابلة، لكن السكرتير قال إن النائب بارك مش فاضي اليومين دول وقفل السكة. علشان يفضى وقت أكتر ويساعد إيلا، تاو قدم طلب إيقاف مؤقت لإيمي وقال لها إنه عايز أجازة 6 شهور، وإيمي رفضت. وهو ماشي إيمي ما قدرتش تمسك نفسها وسألته خبيت شينو فين؟ في نفس الوقت إيلا دخلت مكتب كوان بعنف وثقة، وكوان عرف إنها ورا اللي حصل لمؤسسة إيرين والتسجيل، وقال لها ما تفتكرش شوية أخبار وإشاعات تهز مستقبله السياسي. إيلا طلعت موبايلها وشغلت التسجيل، ووش كوان اتغير في لحظتها وهددها إنها هتدفع الثمن. تاو كان مخبي شينو في بيت بعيد وجايب حراس يحرسوه، وشينو لما شاف إيلا عيط وندم على اللي عملوا فيها. إيلا رجعت بيتها وشافت ظل أسود عدى بسرعة، دخلت تغير هدومها وراحت المكتب، وأول ما مسكت الموبايل تتصل حد مسكها من ورا وحقنها بمخدر وفقدت الوعي. لما فاقت لقت نفسها مربوطة في كرسي وكوان داخل عليها.
تاو وصل بيت إيلا ولقى الرغوة على الأرض، فاتصل بشينهي يحددوا مكانها وكلم الشرطة. اللي كوان ما كانش يعرفوا إن إيلا كانت سايبة نفسها تتخطف عن قصد. كوان افتكرها بقت تحت إيده واعترف بكل سهولة إنه قتل سو، وإيلا اتهمته بالقتل، لكنه رمى اللوم كله عليها وقال لولا مشاكلها مع سو إيمي ما كانتش ارتبطت بيه، ولولا استفزازها لإيمي ما كانش حصل موضوع شينو ولا التسجيل. بعد كده أمر تابعه يون يجيب مبيد حشري ويصبه في بق إيلا، وهي كانت بتهز راسها وتقاوم، فيون ضربها على رقبتها وفقدت الوعي. وكان كوان لسه هيصب السم لولا صوت تاو من الشباك. كوان هرب فوراً. تاو دخل ولقى يون واقف جنب إيلا، حاول يقرب ليها لكن رجالة يون منعوه واتخنقوا تاني. كوان كان وصل العربية وعرق من الخوف لما شاف تاو. تاو اتضرب ووقع على الأرض، فمسك حجر وضرب يون على دماغه وجري على إيلا لكنها كانت فقد الوعي. يون طلع سكينة وهجم عليه، وتاو لحق يتفاداها واتخنقوا تاني. وتاو عمل اللي عليه بس ما قدرش عليه، ولحسن الحظ الشرطة وصلت ويون هرب. كوان رجع البيت ولقى إيمي مستنية، وإيمي طلبت من المحامي يديه وصية كانت كاتباها، وكوان ما كانش متخيل إن بنته تبقى بالقسوة دي. إيلا ما كانتش شربت سم كتير وفاقت بسرعة، وتاو كان مرعوب وما قدرش يتخيل لو اتأخر شوية كان هيحصل إيه، وقال لها ما تعرضش نفسها للخطر تاني. إيلا كانت كويسة وخرجت من المستشفى تاني يوم، ووسان راحت تسألها عن الخطف، وإيلا شكت إن وسان ممكن تكون مرتبطة بكوان فكذبت. بالليل تاو طلب منها تبات عنده ورفضت تاني، وهو كان متوقع الرفض فبعت حراسه يحموا بيتها. وهو راجع لقى سكرتير كوان اداله ملف، ويون كان شايف كل ده من بعيد. تاني يوم وسان قابلت تاو وسألته عن تفاصيل الخطف، لكنه قال إنه ما يقدرش يثق فيها، ومع كده حس إنها مش زي لو. اليوم ده كان يوم المراجعة الوطنية لوزارة الثقافة والسياحة، وفي الاجتماع النائب بارك واجه كوان بتهمة خطف إيلا، وكوان رد وقال كلام فاضي. وفجأة إيلا دخلت كشاهد. كوان ما كانش متوقع ظهورها، ومشواره السياسي انتهى في اللحظة دي. وإيلا عرضت فيديو الخطف وكل جرايم كوان اتكشفت، واتضح إنه مش بس خطف إيلا لكن كمان قتل جوزها سو، والدنيا قامت. كوان حاول يقول الفيديو مفبرك وإن كلام واحدة مريضة نفسياً ما يتصدقش، لكن وسان دخلت وقبضت عليه بتهمة الخطف والقتل. في القسم اعترف بقتل سو، ولما اتسأل ليه ساعد إيمي تزور حجة غيابها سكت. الخبر انتشر وإيمي خافت أبوها يجرها معاه، فطلعت للإعلام واعتذرت وقررت تتبرع بكل أملاك كوان وأسهمها وتتعاون مع التحقيق. وبعدها راحت القسم بنفسها وقالت إن سقوط شينو كان حادث. رغم القبض على كوان، إيلا حست إن الموضوع مخلصش لأنها مش مصدقة إن إيمي مالها العلاقة. وفجأة افتكرت إنها شافت إيمي مع يون، وعرفت إن كوان أخذ الذنب عشان يحمي إيمي، وإن إيمي كانت موجودة وقت موت سو. بعد القبض على كوان، تاو سلم شينو للشرطة وقال لوسان إنه شاكك في إيمي، وباعتراف شينو التحقيق بدأ. إيمي كانت قاسية جدا، قتلت شينو من غير تردد ومسحت دمه على نفسها ووقفت قدام يون وخلته يضربها، وبعد ما مشي قعدت جنب السرير تمثل دور الضحية علشان تلفق التهمة للو. دلوقتي لويس بقى ملوش أي لازمة بالنسبة لها، ولما إيلا شافت إيمي طالعة عرفت على طول إن إيمي هي اللي قتلت شينو في المستشفى. إيمي قالت لوسان إن لو هو اللي قالها على عنوان شينو، وإنها كانت رايحة بس تكلمه، وما كانتش متوقعة إن لو يقتله ويحاول يقتلها هي كمان. لكن وسان ما صدقتش الحكاية من طرف واحد، وقالت إن من ناحية الدافع إيمي هي الأكثر اشتباهاً مش لو. إيمي ساعتها عملت نفسها مظلومة وقالت إنها كانت مهددة من لو طول الوقت، وإنه عمل كده علشان يغطي على جريمته. وإيمي كانت واثقة إنها هتلزق التهمة في لو، لأن السكينة اللي اتقتل بيها شينو عليها بصمات لو، ولو كان لمس السكينة قبل كده في بيتها، فاستعملتها وقتلت شينو، وبكده لو بقى مطلوب في البلد كلها. لو اضطر ياخد الفلوس ويستخبى شوية، بينما إيمي ظهرت في جنازة شينو كأنه ولا حاجة حصلت. ساعتها إيلا حست إن الوحيد اللي معاه دليل على جريمة إيمي هو لو. في الوقت ده لو كان مستخبي عنده وبيشوف أخبار إنه مطلوب. في نفس الوقت الصحفي تي كشف خبر إن أبو إيلا بالتبني قتل مراته علشان فلوس التأمين، والشرطة قبضت عليه، والمعلومة دي كانت إيمي هي اللي مسرباها للصحفي تي. لو راح يزور قبر مراته المتوفية وقابل بالصدفة وسان اللي كانت بتدور عليه، ووسان حاولت تاخده الاسم للتحقيق، لكن لو كبلها لأنه كان مقرر يتعاون مع إيلا تاني. بالليل
إيلا جالها اتصال من لو وقال لها إن معاه الحقيقة الكاملة عن موت سو، وطلب منها تستنى. لما إيلا رجعت البيت لقت صندوق على الأرض جواه فلاشة فيها تسجيل لكل اللي حصل في قتل جوزها. اتضح إن بعد ما عرف إن إيلا مريضة، سو ندم على خيانته وركع قدام إيمي يعتذر لها ويتوسل إنها تسامحه وتسيب إيلا في حالها. لكن إيمي لما شافت الراجل اللي بتحبه راكع عشان أكتر واحدة بتكرهها اتجننت، وعرفت إنها عمرها ما هتكسب قلبه، فقررت تدمره. طلبت من لو يخطف سو، ولو وداه مصنع مهجور وكان مركب كاميرا صغيرة من قبل كده. بعدها إيمي وصلت وطلبت من لو يبلغ كوان بخطف سو، ولو مشي بعد ما بلغه. إيمي عملت كده علشان تستخدم كوان يقتل بسكينة غيرها. كوان سألها في إيه، فقالت إن سو بيهددها بالتسجيل وإن الموضوع ده هيأثر على مستقبله السياسي وإنها اضطرت تخطفه. كوان أمر يون يغمي على إيمي، ولما سو فاق لقى كوان قدامه وطلب منه يسلمه التسجيل لكنه رفض. فقام كوان مسك المبيد الحشري اللي على الأرض وصبه في بقه. رغم إن إيلا كانت عارفة من زمان إن جوزها اتقتل بإيديهم، إلا إنها لما شافت التسجيل بكل تفاصيله اتوجعت أكتر. في السجن أبوها بالتبني افتكر يوم موت أمها شربت مبيد حشري، لكنه المرة دي ما ودهاش المستشفى فوراً، وقف يتفرج عليها لحد ما حالتها ساءت، ولما أخدها المستشفى كانت ماتت. الدكتور ما قدرش يحدد سبب الوفاة وطلب تشريح، لكن أبوها قال له إن مراته تعبت كتير من قلبها وإنه مش مرتاح لفكرة التشريح، وطلب منه يكلم الشرطة وما يعملش تشريح. المحامي قال لإيلا إن علشان تكسب القضية لازم تثبت إن أمها مدمنة قمار، وإن في دليل إنها كانت بتهدد أبوها تطلب فلوس، وساعتها حتى لو ما أسعفهاش في الوقت المناسب مش هيتحسب قتل عمد. إيلا سألت لو تقدر تشهد في المحكمة، والمحامي قال ينفع، لكن شهادة طرف ثالث أقوى من شهادة العيلة. فإيلا وتايو لفوا يدوروا على شاهد يشهد ضد أبوها بس فشلوا، فقررت تشهد بنفسها. قبل المحاكمة بيوم راحت تزور أبوها في السجن وحاول يحكي لها الحقيقة، لكنها قطعته وطلبت منه ما يقولش حاجة في المحكمة غير اللي المحامي قاله. يوم المحاكمة إيمي راحت بدري علشان تتفرج وسخرت من إيلا وسألتها إحساسك إيه وانت داخلة السجن لأبوكي. المحاكمة بدأت وإيلا ظهرت كشاهد وحيد، لكن محامي الدفاع فضل يكرر إن إيلا مريضة نفسياً وأبوها ما استحملش يشوفها بتتأذي بسببه، فاعترف بالجريمة. لكن المحامي اعترض وقال إن اعترافه ده علشان الادعاء ضغط على بنته، والموقف بقى أصعب، والمحامي قال لازم يلاقوا شاهد يقلب الموازين ويثبت إن أمها ما كانتش ناوية تنتحر، وإنها كانت متعودة تشرب مبيدات علشان تضغط على أبوها وتاخد منه فلوس. إيلا افتكرت الموبايل اللي لو سابهولها وقال لها تكلمه لو احتاجت أي حاجة، فقررت تخليه يشهد في المحكمة. وكمان تايو قدر يلاقي الدكتور اللي أنقذ أمها 3 مرات في السنة دي. إيمي خافت إن لو يشهد في المحكمة، فطلبت من يون يقتله، وبالفعل يون لقى لو وأول ما تقابلوا اتخانقوا. ورغم إن لو كان شرطي سابق، لكن فرق السن والقوة خلاه يطعن من يون وفي الآخر وقع في النهر. يون لما شاف لو ساكن في المية مش بيتحرك ساب المكان ومشي. إيمي لما وصلتها الرسالة فرحت قوي ومش عارفة تعمل إيه من الفرحة. قضية أبو إيلا كانت داخلة على محاكمة جديدة، لكن إيلا ما قدرتش تتواصل مع لو، وفي الوقت ده إيمي قربت منها بابتسامة وقالت لها ما تضيعش وقتها. القاضي استدعى الأول الدكتور اللي كان بيعالج أمها، وشهادته أثبتت بس إن أم إيلا كانت بتاخد مبيدات كتير وما تنفعش دليل إن أبوها قتلها. بعد كده القاضي نادى على لو وما كانش فيه أي رد، ولما الكل افتكر إنه مش هيجي الباب اتفتح فجأة ولو دخل. إيمي ما صدقتش عينيها، هو كان واضح إنه مات، لكن اتضح إن بعد ما يون مشي لو قدر يطلع للشط، ومحفظته اللي فيها صورة عيلته أنقذت حياته. بعد ما لو خلص شهادته وهسان قبضت عليه، القاضي حكم في قضية أبو إيلا وقال إن الأم كانت مدمنة قمار وشربت المبيد علشان تهدد جوزها، وأبو إيلا اتأخر في إنقاذها، فتم الحكم إن تهمة القتل العمد مش ثابتة، لكن علشان رفض التشريح وخبى سبب الوفاة الحقيقي ونصب في فلوس التأمين اتحكم عليه ب1 سجن مع إيقاف التنفيذ 3 سنين. لما إيلا سمعت الحكم قلبها ارتاح أخيراً، وإيمي اللي كانت دايماً متكبرة اختفى الضحك من وشها.
بيتضح إن لما كان تايو صغير كان بيتضرب ويتنمر عليه لحد ما بنته صغيرة دفعت عنه ووبخت الولد اللي كان بيضربه، وقبل ما يمشوا طلب منها بطاقة اسمها، وتايو احتفظ بيها لحد دلوقتي. ولما إيلا عرفت إن تايو هو نفس الولد قالت إن القدر غريب فعلا. إيلا كانت مخبية إنها بتاخد علاج وعندها جروح، لكن تايو اكتشف ده مرتين وقال لها علشان كده حبها مرتين. إيلا كانت ممتنة جدا لتايو. بعد كده إيلا بعتت لإيمي صورة وعنوان، وإيمي راحت فوراً للمكان اللي خطفت فيه سو، وإيلا ادتها الفيديو اللي معاها على أمل إنها تحس بالذنب، لكن إيمي قالت لها تديه للشرطة أو للإعلام لأن اللي قتل سو في الفيديو هو كوان. إيلا وهي راجعة البيت قررت قرارها الأخير، وافتكرت ذكريات الطفولة بينها وبين إيمي، لكن عرفت إن إيمي القديمة ما بقاش ليها وجود. إيمي لما رجعت البيت ضربت يون وقالت له لو كان خلص على لو من الأول ما كانتش كل المصايب دي حصلت. تاني يوم إيمي استقالت من رئاسة الشركة وقالت إنها محتاجة ترتاح. في نفس الوقت لو في القسم فجأة بدأ يتشنج ويطلع رغوة من بقه، فالشرطة ودته المستشفى، لكنه استغل دخوله الحمام وضرب العسكري وهرب، وكلم إيمي واتفقوا يقابلوا بعض. إيمي ما كانتش تعرف إن ووسان ولو متفقين من قبل، وإن فكرة التخدير كانت من إيلا. بالليل لو راح يقابل إيمي، وبعد ما خلصوا الاتفاق حاول يخليها تتكلم، وإيلا كانت سمعاهم، لكن إيمي كانت ناوية تقتله، وفرحت 3 ثواني بس لما شافت ووسان وتايو جايين عرفت إنها وقعت في الفخ، ركبت العربية وهربت واختفت. إيلا راحت القسم تشوف لو وجابت له محامي، وقالت له لو اعترف ممكن يطلع قريب. خبر إن إيمي قتلة انتشر، لكن ما لقوهاش. إيلا رجعت الشركة ورجعت رئيسة، وده كان يوم رجوع يونا، لكن إيمي ظهرت فجأة في المطار وخدت يونا، وتايو بلغ ووسان فوراً والشرطة اتحركت. إيمي ودت يونا محل آيس كريم وجابت لها هدايا، وبالليل كلمت إيلا وقالت لها لو عايزة تشوف بنتها ترجع البيت. إيلا جريت ويونا كانت مستنياها، حضنتها واتأكدت إنها بخير واطمنت. في السجن حد سلم له ورقة، وفي نفس الوقت إيمي كانت ماشية في الشارع، موتوسيكل عدى جنبها وبعدها شاحنة خبطتها، وقعت على الأرض غرقانة في الدم، وافتكرت ذكرياتها الحلوة مع إيلا، ويمكن ساعتها بس حست بالندم. لكن بعد فوات الأوان عدت سنة، وإيلا علشان تكمل علاجها قابلت الدكتور شينج وبقى طبيبها المعالج، والشركة كبرت أكتر تحت قيادتها، لكنها قررت تستقيل لأن الحياة مش شغل وبس، وتايو بقى رئيس الشركة. إيلا سافرت لوحدها، وفي الفيلا شافت رؤية لأمها، وحكت لشينج وقال لها إن ده طبيعي لأن أمها أعمق عقدة في قلبها، فقررت تواجه ده. شافت أمها لطيفة وحنينة ومحضرة لها أكل وبتسأل عليها، وسألتها ليه رمتها في البحر وهي صغيرة وليه كانت قاسية عليها. أمها قالت إن الحياة كانت صعبة وما كانش عندها اختيار، لكنها كانت بتحبها. بعد الاعتذار الرؤية اختفت. في يوم بنتها لقت طير ميت، وإيلا دفنته معاها وحست إنها لازم تقول لها إن أبوها مات، وودتها المقابر وقالت لها إن باباها في السما زي الطير، ويونا اتأثرت جدا. بعد فترة إيلا رجعت للشغل كمصممة علشان تعمل اللي بتحبه وتقعد أكتر مع بنتها. لو بعد خروجه من السجن قرر يسافر سان دييغو، ووسان ادته جزمة هدية. إيلا وتايو سافروا شغل سوا، وتايو أخيراً اعترف بحبه ليها، ومع علاج إيلا ومواجهتها لنفسها فهمت إن مفيش نهاية سعيدة كاملة. السعادة الحقيقية إنك تعيش كل يوم بأقصى ما تقدر. وبكده تكون حكايتنا خلصت، قصة مليانة وجع وخيانة وصراعات، بس في الآخر بتفكرنا إن الحقيقة مهما اتدفنت لازم تطلع، وإن الشفاء مش دايماً في الانتقام لكن في المواجهة والتصالح مع نفسنا. قولولي رأيكم في القصة، وإيه أكتر موقف لمسكم فيها، ولو كنتم مكان إيلا كنتوا هتعملوا إيه؟ مستني تعليقاتكم، وما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك واشتراك. سلام.